نحن اليوم شايفين شغلتين بإيدينا، ذخاير قديسة فيلومينا، ذخاير من جسدها، وبكمية ورد مشكلة ألوان كثيرة. حتى أخبركم إنه النعم اللي كانت بهالطفلة الحلوة، بهالصبية الحلوة، كانت نعم غزيرة، وكل نعمة لونها شكل، بس الأكثر من هيك كان في صليب حملته. هذا هو الصليب. على الرايح والجاي كانت تنبرد، وهي طفلة ناعمة، ولكن كتر ما خبطوا فيها وكتر ما وجعوا جسدها صار جسدها خشن. لذلك وصلت نعمة ربنا. شايفينها كيف شكلها؟ شايفينها؟ وصلت نعمة ربنا بشي كتير بسيط وخفيف. ليكونوا اوكي؟ شي كتير بسيط. شو خبرت القديسة فيلومينا؟ عم بتقلها ما تخافي، قد ما كان الجرح قوي أنا رح أبرده ويصير بمستوى جسدي يلي ضعف، يلي وجع، يلي سقط قدام الآلام، ولكن هذا الجسد أحيا أجساد كتيرة. ما تخافي يا فيلومينا، قد ما كان الوجع عم بيصيب جسدك وعم بيصيب نفسك، ولكن أنت الجوهرة الحلوة اللي قلتي فيها أنا ليسوع مش ممكن بيع جسدي لحدا تاني، ولا سلم جسدي لأي إنسان ولا لأي ملك، لأنه ملكي وحده اسمه يسوع.